بيجي لها رسالة، والرسالة دي بتكون من والدة البطل، وبتطلب منها اللي هي تسيب ابنها، واللي هي حولت ليها 10 مليون مقابل اتفاق ما بينهم، وبتقول لها نفذي وعدك. وبتروح تبوسه وهو نايم وتودعه، وبتقول له اتمنى انك تنساني. وبعد كده بتاخد بعضها وبتمشي، وبطلنا بقول لها يا نجمة الشمال انا هتجوزك، لكن بتكون مشيت. وبعد مرور 7 سنين بنشوفها بتكون مراسلة وراحت عنده في الشركة، وهو بتعرف عليها بقول لها اللي انا بقالي 7 سنين بدور عليك. فبتعتذر وبتقول للموظفة مش هو ده الشخص اللي انا عاوزة اعمل معاه المقابلة. فالموظفة بتستغرب وبتقول لبطلنا دي المراسلة اللي جاية تعمل معاك المقابلة، بس هي ليه مشيت؟ فبقول انا هنتقم منها على خيانتها ليا. وبنلاقيها بتقول لنفسها ان هي لازم تنسى كل حاجة وتتعامل على ان هي ما تعرفوش، وان هي جاية هنا عشان شغل وبس. وبتروح كده وبتعرفه على نفسها وبتقوله اللي هي مراسلة وجاية تعمل معاه لقاء. واثناء اللقاء بيحاول كده يتهجم عليها وبقول لها ايه رأيك اقضي معاكي ليلة مقابل 10 مليون تانيين؟ فبتقول له احترم نفسك يا ريت. فبيقول لها ما احترمتش نفسك ليه لما انت جيتي معايا قبل كده على السرير؟ لكن هنا صديقها بيجي كده وبيضربه وبقول له انت ازاي تضايق صديقتي؟ فبيجي كده بكل هدوء بقول له انا ما كنتش اعرف ان ذوقك سيء للدرجة دي. فببص لها صديقها بقول لها انا اسف على الازعاج اللي تسبب لك ده. وهما ماشيين بنشوف نلاقي مامة البطل واقفة وبتيجي مديها قلم، وبعد كده بتهزقها وبتقول لها اللي جابك هنا ومش عاوزك اشوفك هنا ولا اشوفك حوالين ابني، وبتديها كلمتين كده في جنابها وبتيجي واخدة بعضها وطالعة عند ابنها. وصديقها هنا بيسألها بقول لها لو كان في سابق معرفة ما بينكم وليه هما بيعاملوكي كده؟ فبتقول له هي ما كانتش دراما دموية، هي دراما عشان الفلوس بس. وبتحكي له على اللي حصل واللي هي كانت مضطرة اللي هي تعمل كده، واللي هي توافق وتاخد 10 مليون وتسيبه. وبتعيط فهو بيهديها كده وبيحضنها، وبنلاقي واحد كده من بعيد بيصور فيهم وهم مش واخدين بالهم. وبعد كده والدته بتقعد معاه بتكون عاوزاه اللي هو يتجوز، وبتقوله ان الخيانة مش هتفضل على طول في حياتك وان كل البنات مش زي بعض. لكن هنا بيجيله صورة كده ليهم، واول ما بيشوفها بيتضايق جدا وبياخد بعضه كده وبيمشي وبيسيب والدته. فوالده بيقول لها ان هو مش هيحضر الحفلة الليلة. وبعد كده بنلاقي المحرر لين اجت له مكالمة واللي هو عنده حفلة لازم يحضرها، ونلاقي سيد قوة جاي وبيقول لها انت ازاي بتقدري تغوي الرجال؟ وهنا بتقول له احترم نفسك، فبيخنقها كده ويجي بايسها الرخامة دي. فبتيجي كده زقاه، وهنا بيقول لها الألم اللي انت سببتهولي هرده ليكي أضعافه 100 مرة. وهنا بتقعد في الأرض وبتنهار. وبعد كده بنشوفها تاني يوم وهي ماشية ونلاقي عربية وقفت وناس كده شدوها وبتكون اتخطفت. وبعد كده بنلاقيها قاعدة هنا ومربوطة كده، والشخص اللي خاطفها بيقول لها إن السيد تشين كوا هو اللي طلب مننا نخطفك. وهنا بيديها بالقلم وبيقول لها اللي هو بيكرهك جدا. وبنشوفه هنا هو في الشغل بتيجي له مكالمة، والمكالمة دي بتكون من العصابة وطالبة منه فدية. وبعد كده بنشوف هنا وبتعرف هنا من المجرمين ان السيد كوا اجى عشان يدفع ليها الفدية، وبيجي هنا وبيرمي لهم شنطة الفلوس كده. وبعد كده بيروح عشان يفكها لكن بيجي وبيخبطوه من ورا، وهنا بيربطوه بيفوق كده وهي بتفكه. وبعد ما بتفكه بيقول لها كان لو انت عاوزة فلوس كان لازم تيجي تراضيني وانا هديك 10 مليون. وبيقرب منها كده لكن هي بتيجي زقاه، وبيكون مفكر ان هي اللي مأجرة الناس دي عشان يخطفوها، لكن بيربطها تاني وبيسيبها وبيمشي. وهنا اثناء الحفلة بنشوف كده بيكون في بنات عائلات كتير وبيكون عينهم من السيد تشين كوا. وهنا والدته بتكون ماشية معاه وبتقول له هعرفك على بنتي هي بتحبك جدا ولازم تستغل الفرصة دي. وبنشوف هنا بطلتنا جاية كده مع لين الصحفي، وهنا الكل بيبصلها كده وبتتحرج وبتاخد بعضها وتروح الحمام، لكن والدته بتلحقها وبتديها تاني بالقلم وبتهزقها وبتقول لها ازاي تتجرأي اللي انت تيجي هنا.
وأثناء ما هي بتكون منهارة ومديرة وشها، فوالدته بتقلع الخاتم وبتحطه كده في شنطة البطلة. وهنا بعد كده البنت اللي في الحمام بتديها برضو كلمتين، وبيكونوا عارفين باللي والدة البطل عملته وحطت الخاتم في الشنطة، وبيقولوا لها ازاي تتجرأي وتبصي لتشينكوا. ووالدته كده في نص الحفلة بتقول ان الخاتم بتاعها ضاع بمسافة بس ما دخلت الحمام. فهنا البنات كلهم بيبصولها وبيقولوا لها اكيد حد خده، وبيقولوا احنا لازم نفتش الكل، وبيروحوا عليها هي اول واحدة وبيفتشوها وبيلاقوا الخاتم معاها. لكن هنا والدة البطل بتقول ان هي حرامية واللي هي خدت الخاتم، لكن بطلنا بينقذ الموقف وبيقول انا اللي اديتها الخاتم. فبتقول له ليه؟ بيقول لها عشان انا بحبها وعايز اخطبها. وبياخد كده الخاتم وبياخدها على المنصة فوق، وبيقول لها ان الخاتم ده رمز الحب، وبينزل كده على رجليه وبيلبسها الخاتم. وهي بتكون مستغربة طبعا وانا اكتر منها مستغربة. وبعد كده بيلبسها الخاتم وبيحفظ لها كرامتها. واول ما بيلبسها الخاتم بيقول لها اللي هو عاوزه يفضل معاها على طول واللي هو هيتجوزها. ولما بيصدق كده ويجي بايسها. وهنا والدته كمان بتعتذر وبتقول ان حصل سوء تفاهم، وبياخدها ويطلع برا، وهي بتقول له انا مش عندي استعداد ان انا ابرر لك موقفي ولا ايه اللي حصل واللي ما حصلش، بس انا مستحيل ان انا اتجوزك. وبيكون في تحدي كده بينه وبين المحرر لين لانه بيحبها. وهنا المحرر بيجي وبيقول له ان خبر جوازك اتنشر على السوشيال ميديا، واللي احنا مسحنا مقاطع الفيديوهات زي ما انت طلبت. وبتيجي البنت بتاعة الحفلة بتكون جايبه له المية، وبتقعد كده على المكتب وبتحاول اللي هي تقرب منه وتلمسه، لكن بيجي زقها على آخر ما معاه وبقول لها ما تقربش مني تاني. والبطل بيعرف كل حاجة من الملف اللي في ايده، وان والدته هي السبب ان البطلة تسيبه اللي هي اجبرتها بكده. فهنا والدته بتدخل عليه وبتقول له انت بتقرا في ايه؟ فهنا بيعرفها اللي هو عارف كل حاجة وبيزعق لها وبيسيبها وبيمشي. فبتعمل مكالمة بتقول اللي هي بتكلمه اللي انا عاوزاها تختفي من على الوجود. وهنا بيروح كده للبطلة وبتقول له يا ريت تحترم نفسك سيبني. فبقول لها اركبي ومش عايز كلام. وبعد ما بيركب معاها العربية بيعرفها اللي هو عارف كل حاجة. بقول لها ليه سبتيني؟ فبتقول له ما كانش عندي اختيار تاني وان ده كان عشان مصلحتك. قال لها مصلحتي اللي انت تبعدي عني؟ ازاي تعملي كده؟ طول السنين اللي عدت دي وانا بحبك لسه وبتعذب. فهنا بتقول له ليه مش هتقدر تروح معاه وبتسيبه وبتمشي، لكن هو بيجري وراها وبفضل ينادي عليها لكن هي مش بترد عليه. وفجأة وهي بتتلفت بتلاقي عربية كده وكانت جاية عشان تقتلها، ودي طبعا توصية والدته. لكن هنا بياخدها المستشفى وبفضل قاعد كده جنبها لعند ما هي تفوق، وبكون برضو صديقها لين قاعد جنبها. لكن هنا ما بتفتكرش المحرر لين وبتكون مش فاكرة اي حاجة. فهنا بيتخضوا عليها وبعد كده بيقرروا اللي هم يطلعوا للدكتور ويسألوه. والدكتور بيقول لهم بسبب الإصابة اللي في راسها في شرايين في الأعصاب انسدت، ودي بتعمل فقدان ذاكرة لمدة 3-5 أيام. وبنلاقي بطلنا زعلان عشانها. لكن هنا المحرر لين بيجي هنا وبقول له ده ممكن تكون بداية كويسة ليك وليها، وياريت تبدأ بس من الصفر معاها وان هي بتحبك لسه. فبيستغرب من كلامه وبقول له انت مش معجب بيها وبتحبها؟ فبقول له الاعجاب مش عادلي فايدة. فالسكرتارية بتكلمه عشان شغل في الشركة، فبقول لها اللي هو مش هيشتغل تاني رئيس في الشركة. وهنا بيروح لوالدته وبيعرفها اللي هو مش عاد هيشتغل فيها. فبتقول له انا دربتك واهلتك اللي انت تكون وريث للشركة. فبقول لها ان هو اختار حبيبته. فبتقول له ما ينفعش تحب بنت ريفية لانها مش تناسبك، وانا قصدت اللي انا بعتها عنك عشان مصلحتك. فبقول لها دي عشان انانيتك انتي. وبنلاقي بطلتنا تعافت ورجعت شغلها. وهنا بتكون ماشية مع صديقتها وكمان هنا صديقتها وبتاخدها للموظف الجديد اللي هو بطلنا وبتعرف عليها، لكن هي بتكون فاكرة طبعا. وبنعرف هنا مع كلامه ليلين اللي هو سايب شركة والدته واللي هو اجا اشتغل هنا، واللي هو دلوقتي في فترة تدريب، واللي هو عمل ده كله عشان حبيبته، واللي هو بطارد زوجته ليه عشان يفضل معاها.
وهنا بقول لها انا عاوزك على طول تفضلي جنبي، وبكون عندهم عشاء عمل عشان اتفاقية. وهنا وهي بتاكل كده بقها بيتعوص، فهنا بيضحك كده وبيمسك المنديل وبيمسح لها كده بقها. فمرة العميل بتبصله وبتكون مبسوطة جدا، وبنتنا بتكون مكسوفة من اللي هو بيعمله. وبعد كده مرة العميل بتقول لجوزها ان هما باين عليهم متجوزين جداد، فبقول لها لأ احنا دلوقتي في فترة خطوبة، وبقول لهم اللي هو بيحبها جدا واللي هو بتمنى اليوم اللي يجي ويتجوزها فيه. فالعملاء بيكونوا خلصوا اتفاقيتهم فبيسيبوهم ويمشوا عشان ياخدوا راحتهم. لكن هنا بطلتنا بتقوله مش تتوقع اللي انا هحبك في المستقبل واللي انا اصلا مش طايقاك، وبتسيبه وبتمشي. وبيجي لين هو والبطلة وبيعرف الموظفين ان البطلة تم ترقيتها لرئيسة التحرير وبحيوها. وبعد التحية بتمشي كده لكن بيمسكها من ايدها وبقول لها انت عارفة ان لوشين كوا هيقدم استقالته ويمشي؟ فهنا بتقوله احسن اللي هو هيمشي. فبقول لها انت كده مش فاقدة الذاكرة. لكن هنا بتشوف بطلنا وبتحط ايدها في ايد صديقها وبتعاند فيه كده وبتاخد بعضها وبتيجي ماشية. ولين هنا بقول لها انت كده مش فاقدة الذاكرة، فبتقوله انا مش فاقداها لكن انا عايزة اتخلص من اللي انا فيه، وعايزة كمان اللي انا ابعد عنه لان انا مش كنت محتاجة في حياتي، وكفاية كده المشاكل اللي حصلت. والبطل بيروح لوالدته وبيقول لها انت اللي خلاكي تتصلي بيا تاني. فهنا بتقوله انا مش كنت عاوزة اعرفك لكن بصي هنا وشوفي الاوراق دي، وبنعرف ان هي مريضة سرطان واللي هي عملت ده كله عشان مصلحته. وبتقوله اللي انا ست كبيرة وكمان عندي مرض واللي انا هتوفى، فانت لازم تكون قد المسؤولية وكنت هيئك اللي انت تمسك كل حاجة من بعدي. وبنلاقي بطلتنا سهرانة كده مع اصحابها وبتشرب، وهنا مكالمة بتيجي لبطلنا بيعرف مكانها وبنشوف الشاب ده وبيكون ناولها علنية. وبعد كده بتحس نفسها اللي هي تعبانة من كتر الشرب وبتقول اللي انا عاوزة اروح الحمام، فبقول خليني اسندك. وهنا هو واخدها كده وطالع بيها بيحاول يتهجم عليها، لكن بطلنا هنا بيجي وبيعلمه الادب. وبعد كده بياخد بطلتنا وبقول لها فبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ وبتكون سكرانة جدا ومش عارفة هي بتقول ايه، وبتقول له انا مش بحب المحررين. فهنا بتيجي واقعة كده من طولها وبيجي شايلها وبيجي واخدها على بيته وبسندها كده وبتكون سكرانة وبتنام عنده على السرير، وبيقلعها كمان جزمتها حنين قوي وبعدها. وبعد كده بتصحى من النوم بتلاقيه كده قاعد وببصلها مبتسم، فبتتخض كده وبتقوم وبتيجي زقاه من على السرير وبتفتكر ان في حاجة حصلت ما بينهم. فبقول لها اهدي مفيش حاجة حصلت ما بيننا خالص. وكانت بتشرب القهوة معاه لكن اتضايقت من كلامه وسابته ومشيت. وبعد كده بيجي يطلع وراها وبيقول لها لو الإنسان فقد الذاكرة فالغريزة اللي فيه لرد أفعاله مش هتتغير. وبيقول لها لو الواحد مش بيعرف يسبح ووقع في المية ايه اللي هيحصل له؟ فبتقول له تقريبا ان الصيف خلص. لكن هنا بيروح ويوقع نفسه كده في المية وهي بتجري عليه يمشي بعيده، وبيرجع تاني يشدها وبقول لها اللي انت مش فاقده الذاكره ولا حاجه، واللي انا من بعد ما عرفت الحقيقه لازم اعوض ال7 سنين اللي راحوا مننا. وبنشوفه كده وهو بحضر نفسه وبنعرف ان ده يوم زفافه. اولين هنا بقول له انا مش كنت متوقع منك اللي انت تتجوزها. وبتيجي هنا الموظفه وبتقول له اللي انا فتشت الغرفه كلها ومش لقيت حد. فهنا بيجري كده وبيروح واول ما بيشوفها بيحضنها وبقول لها انا مش عاوزك تبعدي عني وتفضلي معايا. وبيطلع كده الخاتم وبيلبسه لها وهي بتكون فرحانة جدا وبيشدها كده من ايدها وبيجروا وبيدخلوا هنا القاعة ونحس كده اللي احنا دخلنا معاهم قاعة سندريلا وبيبوسها. وبعد كده بنشوف لين بيجي وبيقول اكتملت قصة العشاق القمر. وبيطلب منها لين اللي هي تعرفهم قصتهم. فهنا بتاخد المايك وبتقول ان حبنا بدأ من 7 سنين وبتحكي قصتهم، وبكده يكون ملخصنا خلص. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. مع